السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة إلى أهلنا في تونس: إذا كنتم بعيدين عن الأمة وفي أطراف الأمة ولا تشاركون الأمة همومها ولا أحزانها ولا تتبادلون معهم الحوار ولا تعلمون ماذا يدور من مخاطر في الأمة، فأني أحذركم تحذيرا شديد اللهجة، تحذيرا والله إني مشفق بكم بما سيحصل بكم إذا انتشر هؤلاء إذا انتشروا في أرضكم، فإني أحذركم الحذر الشديد وأقول لكم ما سيحصل في دولكم. ستتحولون إلى عراق آخر وسوريا أخرى ويمن آخر ولبنان آخر وإيران أخرى. انظروا إلى معقل هذا الدين، وهو إيران التي تدعم وتمد هؤلاء بالمال والدولار. ماذا يحصل الآن في إيران من مظاهرات من جميع الملل والطوائف؟ في إيران انتفضوا ضد هذا الدين وإجرام هذا الدين وإرهاب هذا الدين وظلم هذا الدين، وأنتم تسمحون لهذا الدعي ابن الدعي أن ينتشر بينكم وينشر سمومه ويفتح المراكز والندوات وتستضيفه القنوات التونسية المأجورة التي يدفع لها بالدولار حتى تخصص له برنامج يجمع به العوام من الناس ويحاورهم ويجادلهم. ألا تعلمون عقيدة هذا الشخص أو العقيدة الشيعية التي يدرسها هذا الشخص وبقية الشيعة؟ ألا تعرفون أن كتبهم تقول أن قرآنكم محرف من الجلاد إلى الجلاد؟ ألا تعرفون أن كتبهم تقول أن زوجات نبيكم زانيات؟ ألا تعلمون أن كتبهم تقول أن صحابة رسول الله كفار ومرتدين؟ ألا تعلمون أن كتبهم التي كفرتكم وكفرت كل من لم يؤمن بالعصمة والغيبة والإمامة لهؤلاء؟ ألا تعلمون أن كتبهم كفرت حتى العصافير والطيور والفواكه والكواكب في كتبهم؟ حتى الأسماك كفروها في كتبهم. ألا تعلمون أنكم عندهم في كتبهم أنجاس لا يدفع التطهر منكم حتى بالتراب، يعني لا يشابهونكم حتى في الكلاب عزكم الله؟ ألا تعلمون عقائد هؤلاء؟ إذا كنتم لا تعلمون عنهم شيئا فانظروا إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن وإيران وماذا يحصل به من أتباع هؤلاء. كيف تسمحون لهذا السرطان أن يعقد المؤتمرات وتستضيفه القنوات؟ أليس أنتم مسلمون؟ ألا فيكم رجل رشيد يا أهل تونس؟ ألا فيكم رجل حريص على دينه وإسلامه يبلغ عن هذا ويخرج مظاهرات ضد هذا ويطرد هذا وسفارة إيران من تونس؟ يا تونس، يا أهلنا في تونس، إني أخشى عليكم إذا انتشر هذا وأمثاله في البلاد سيجعلونكم مداسا تحت أرجلهم، كما جعلوا شيعة العراق الآن وهم من الشيعة يقتلونهم بالرصاص الحي ويدوسونهم بالمدرعات والدبابات ويغتالونهم في الليل والنهار لأنهم يتكلمون ويطالبون بأبسط حقوقهم للعيش كبقية البشر في أغنى بلد عربي وهو العراق بلاد النفط. يا أهلنا في تونس، اصحوا قبل فوات الأوان. أحذركم تحذيرا شديد اللهجة، أقول لكم اخرجوا كلكم، اطردوا هؤلاء واطردوا السفارة الإيرانية من بلادكم قبل أن تقع الفأس بالرأس مثل ما وقعت في لبنان وسوريا واليمن والعراق. حينها لا ينفعكم الصراخ، فهذا شعب العراق يصرخ لا أحد يستمع له. تحياتي لكم، وأتمنى أن تكون رسالتي التحذيرية وصلت لكم. اللهم أني بلغت، اللهم فاشهد. السلام عليكم ورحمة الله.